يا هلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل الليزي كيك. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هدير. يلا بينا نبدا في الوصفه بتاعتنا. معانا هنا 250 من البسكوت، اي بسكوت ساده، بسكوت شاي، ماري، اي بسكوت عندك. كسريه بالشكل ده كده بايدك. انا مش عايزاه يتفرفت، انا عايزاه يتكسر وتكون القطع كبيره كده وحلوه. تمام. معانا هنا بقى 3 معالق كبار من الكاكاو، كوبايه سكر، كوبايه حليب، مكعب من الزبده كده بما يعادل 60 جرام. تمام. هنحط بقى كل الكلام ده في حله ونضربهم كلهم كده مع بعض على البارد. بعد كده هنرفعهم على النار لحد ما الخليط ده يتقل كده ويتجانس كده ويبقى ايه، تحفه وجميل. هنضيفه بعد كده على البسكوت اللي كسرناه. بس انا حطيت في الاخر معلقه قهوه، اللي مش بيحب القهوه مش هيحس بيها، هي بس هتعزز طعم الكاكاو اللي احنا حطيناه وهتديله نكهه مختلفه، مش هتحسوا بالقهوه. بعد ما الخليط بتاعنا برد شويه علشان ما يدوبليش البسكوت، قلبناه وحطيناه في اي قالب مدهون زبده ومحطوط له ورقه زبده، او ممكن تحطيه في قوالب اللي هي التشيز كيك. كوبايه بقى كريمه ومعاها 250 من الشوكولاته، اي نوع شوكليت، حليب، دارك، اللي بتفضليه. قلبيه على النار، قلبي 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 لحد ما كله يتجانس ويسيح ويختفي تماما. ضيفيه بقى على الليزي كيك اللي احنا عملناه، ودخليه التلاجة لمدة ربع ساعة تجمد كده. وقبل ما تدخليها التلاجة هنزينها بالبسكوت اللي احنا كسرناه وعملناه. حاجة كده تحفة وعظمة. طلعناها بقى من التلاجة. انا طبعا ما استنيتش لاني كنت هموت واكلها بصراحة. وقطعي قطعي وكلي. يا ربنا، حاجة اللوز عظمة عظمة عظمة. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان طبعا يوصلكوا كل جديد. شايفين انا اصلا قبل ما اخلص تصوير كان الطبق ده كان خلصان. حاجة كده تحفة. اللوز. انتصروني في فيديو جديد. مع السلامة.